لو نفسك تعملي سابليه في البيت ويطلع معاكي ناعم وبيدوب في البق زي المحلات بالظبط، يبقى الفيديو ده ليكي. السابليه من أجمل وأفخم حلويات العيد، بس سر نجاحه في المقادير المظبوطة والطريقة الصح، وهخليكي تعملي منه اوردرات، هقولك على كل الأسرار وعلى كل التكات وتطلعي أحلى سابليه ينافس أكبر المحلات. عندنا بقى كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، لازم تكون الزبدة كده طرية، 350 من السكر البودر، واستخدمي دقيق مخصص للحلويات والكحك والبسكوت. هننزل بقى بالزبدة على السكر البودر وهضربهم كويس جدا لحد ما اوصل كده لقوام كريمي زي كريم شانتيه. 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لكل بيضاية معلقة صغيرة من الفانيليا، وهضربهم كويس جدا. هنزل بالبيضة بيضة لحد ما تختفي، وانزل بالبيضة اللي بعديها. كيلو الزبدة عليه كيلو 800 جرام من الدقيق المخصص للحلويات، بنزل كده تدريجيا ورشة من الملح. الدقيق بيختفي تماما وبوقف عجن عشان ما نشطش مادة الجلوتين. العجينة ناعمة ومتماسكة وسهلة في التشكيل وما بتشققش معايا. بغطيها بكيس تلاجة كده، وبحط كده شوية دقيق على مفرش سيليكون أو على أي حاجة، وبفرده بالنشابة بسمك 1 سنتي بأي قطعات بقى. وبتبدأي تقطعي بقى السابليه بالشكل اللي انت عايزاه، عايزة تقطعيه على شكل دوائر، على شكل قلوب، على أي حاجة. العجينة بتطلع معاكي بكل سهولة وتحطيها على صاج، وببدأ كده ألم العجينة تاني وأفردها تاني على شوية دقيق وأقطعها. التقطيع بقى ده هنا على شكل قلب، شايفة بقى بتطلع بكل سهولة ازاي، من غير بقى ما تغلبك ولا أي حاجة. تقدري بقى تفرغي كده في النص عشان ممكن تحشيها كده بقى أي حشوة، تبقى شكلها شيك قوي. تدخل الفرن على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني، ما بتاخدش 10 دقايق بالظبط ل 12 دقيقة. تطلع بقى بالشكل الخطير ده. بسيبه بقى يبرد تماما واخلص كل الكمية، وابدأ بقى ان انا احشيه بأي حشوة انت عايزاه. الحشوة اللي تفضليها اعمليها. انا حشيت بقى هنا بمربى مشمش والنيوتيلا. تقدري برضو تعملي الحشوة اللي انت حباها واللي انت عايزاها، وكل اتنين شبه بعض ببدأ كده ان انا الزقهم في بعض كده. عندنا بقى وايت شوكليت، دارك شوكليت متسيحين على بخار ميه او في الميكروويف، واحطهم في كيس حلواني. هنا بقى زينت بالفستق الكداب، عايزه اقول لكم خطير. هحط لكم اللينك في اول كومنت. بصراحة يجنن في التزيين، رهيب. حطيت هنا بقى الشوكولاتة كده اللي انا سيحتها وعملت خطوط كده زجزاجات، وبدأت ان انا حطيتهم في التلاجة يجمدوا بس 10 دقايق. شايفة بقى الشياكة حاجة كده تشرفك. تعالي اقولك بقى على حشوة ازاي تعملي جناش شوكولاتة. عندنا 200 جرام من الشوكولاتة، انا هنا استخدمت شوكولاتة بالحليب، وبدأت ان انا اقطعها مكعبات بالشكل ده، و100 جرام من الكريمة اللباني، وابدأ ان انا احطها على النار على درجة حرارة متوسطة. أول بقى ما تغلي كده أنزل على طول بالشوكولاتة، هتلاقيها بقى ساحت وخدت بقى صوص الجناش بقى بتاعنا. شوفي بقى قوامه خطير ازاي. بحطه بقى في التلاجة لمدة ربع ساعة، هتلاقيه بقى جمد معاكي. دي قوالب سيليكون كده بشكل فيها السابليه، بتبقى خطيرة في التشكيل. بحط بقى شوكولاتة كده متسيحة وادخلها التلاجة تجمد شوية، وده الجناش بتاع الشوكولاتة تماسك معايا، واحطه في كيس حلواني، وانزل بقى بالطبقة بتاعة الجناش. تقدري تعملي اي نوع من انواع الجناش، تقدري تعملي كراميل، تقدري تعملي صوص بيستاشيو. حطيت هنا بقى فستق كداب وجوز الهند، وحطيت البسكوتة وغطيتها بالشوكولاتة. 10 دقايق بس في الفريزر وبتطلعيها بكل سهولة. بتاخد بقى شكل السيليكون بالشكل ده. خطيرة يا جماعة، يفتكروها انك جايباها كده من افخم المحلات. وده برضو شكل تاني القوالب السيليكون، عملت فيه نفس اللي احنا عملناه في السيليكون الاولاني، وطلع بقى بالجمال وبالحلاوة دي. تقدري تعملي مشروع من البيت وتعمليه بأسهل وأبسط طريقة، طريقة ناجحة 100%. بسكوتة ناعمة وطعمها يجنن وخطير. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم.